عدوان على أي دولة من الدول يعد اعتداء على دول المجلس كافة. إن ما شاهدناه جميعا من عدوان آثم على دولة قطر الشقيقة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت كانت تأمل فيه شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع، وتأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على دولة قطر الشقيقة لتعصف بهذه الجهود ولتشكل تصعيدا بالغ الخطورة. وانطلاقا من مسؤوليتنا الجماعية تجاه صون وتعزيز الأمن واستقرار المنطقة، فإن دول مجلس التعاون تؤكد مجددا على إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة في تاريخ 9 سبتمبر 2025 في انتهاك سافر لسيادتها الوطنية وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لنؤكد تضامننا التام ووقوفنا الثابت إلى جانب دولة قطر ودعمنا المطلق لما تتخذه من تدابير وإجراءات تكفل صون شعبها وحفظ أمنها وسلامة أراضيها. والآن أنتقل إلى الكلمة الرسمية.